السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، حمد الله تتوالى عليه المصائب. إلى أي حد حمد الله مشارك في هذه المصائب تتنزل عليه. واش مظلوم وما مظلومش؟ تيبقى لكم التعاليق، وأنا غنقول وجهة نظري من بعد قراءة هذا الخبر. أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم حزمة من القرارات التأديبية الخاصة بمنافسة دوري أبطال آسيا، من بينها توقيف الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله ل3 مباريات. علاش بالضبط؟ علاش يوقفوا هاد 3 مباريات؟ وعاقبت اللجنة سالفة الذكر حمد الله على خلفية اشتباكه مع لاعب الهلال علي البليهي عن إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا الذي فاز به رفاق ياسين بون. فيعني في الحقيقة كنت شفت هذاك اللقطة، واش اللقطة ديال بليهي مع رونالدو، يعني واحد الزراف هذا يعني دائما تيشريها لشي حد. صار رونالدو يعني اكيد غتكون خارجه عليه شي حاجه اكثر، يعني غير يشير عليه بونيه تجبد في الارض، يعني حاجه يعني هكاك عاوتاني دار لهذا تيحاول يستفز بنادم وتيدير ليه موتة حمار على اساس باش يشريها لشي لاعب. ومعروف هذا البليهي يعني واحد الصلايب كما تنقولوا حنا بالدارجه المغربيه. وتضمنت العقوبه الصادره في حق عبد الرزاق حمد الله بالاضافه الى التوقيف فرض غرامه ماليه قدرها $1000 امريكي، يعني معدله يعني مليون مغربيه. وتاتي هذه العقوبه التي لتاليه قرار انضباطيا اخر من الاتحاد السعودي، عاوتاني عقوبه ديال الاتحاد السعودي، خلينا على الاتحاد الاسيوي، للعبه ذاتها في حق اللاعب المغربي بدفع غرامه قيمتها $5330 امريكيا، يعني معدله تقريبا 5 ملايين وشي 66 ألف ريال، بسبب غيابه عن اللقاء الإعلامي بعد نهاية المباراة التي جمعت فريقه بالهلال النهار اللي كان وقع عليه هذاك المشكل مع هذاك صاحب الصوت علي البليهي. هذا واحد الزر، هذا واحد الصليب، يعني دائما خلق المشاكل ماشي غير الحمد لله، وإنما اللاعبين كاملين يعني واحد الزراف ما يتصورش، واحد الصليب يعني تكرهوا لا دياولو ولا ولا يعني كل ما يعني اللي تيشوف الكره هذا ديما اخيب صليب هو هذا. يعني ترى رونالدو يعلم الله شحال يكون خرجوا ليه، عاوتاني درت بوم هذيك عليها باش تطرد رونالدو يعني من هذا بقاو لاعبين ب10. مشاهدي الكرام، فنتمنى ان شاء الله يعني الحمد لله يعني يضبط اعصابه، يعني من الحوايج اللي هو مشاكس ما تيفرش في حقه، مشاكس هو باش يكفر على الذنوب ديالو، يعني في الصوره ديالو بالنسبه للمحبين ديالو هو يعني تعجبك في التيران، ولكن ما تتعاطقش، يعني ما تتعاطقش، لا علاقه شخصيه الشيبي مع علاقه مع العلاقه ديال يعني مع حمد الله، شخصيات يعني 180 درجه مختلفين. نتمنى ان شاء الله يمر منهم يعني بسلام وتدوز الامور بسلام. فبحال هاد الحوايج ياثر 3 مباريات راه مشكل كبير في الحقيقه. مشاهدي الكرام، والى خبر